هذه مسائل أدبية خلقية عظيمة ذكرها أهل الطريق. الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو أحد رجال التربية وصاحب الإحياء، لما خرج من العراق مسافر إلى الشام بعد ما ترك الدنيا وطلق الدنيا وطلق ما فيها، خرج معه كتبه ومع أدواته مسافر إلى الشام. ففي بعض الطريق لقيه أحد اللصوص فاحتوى ما معه من معه من أهل القافلة وربطوهم بالأشياء وفتحوا أموالهم وأخذوها. وبعد ذلك كان الإمام الغزالي يقول لهم: أين هو هذا زعيم اللصوص؟ قالوا له: ذاك اللي هناك. فذهب يسأله وقال له: أنا أريدك تعطيني هذه كتب علم ما بتستفيدوا منها. قال له: أنت من؟ قال له: أنا محمد بن محمد الغزالي. قال: الحمد لله الذي جمعني بك. ده رئيس اللصوص يقول له: الحمد لله الذي جمعني بك. أنت محمد الغزالي؟ قال: نعم. قال له: أنت العلامة المشهور المذكور؟ قال: نعم. قال له: وتشيل كتبك معك؟ هذه الأحمال كلها لك كتب؟ قال: نعم. قال: وش بغيت تحمل معك الكتب؟ قال له: فيها علمي. قال: إذا ما هو علمك في صدرك ما أنت عالم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لقدك عالم كتب نملك. هذا قال أثرت في الغزالي. ومن لي كلمة قال زعيم اللصوص. لكن الحكمة ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن. المؤمن دائما رجاع ومتفائل حتى لو سمع الكلمة من أهل سوء لكن لها معناها. وبعد ذلك قال: اعطوه كتبه، اعطوه الغزالي كتبه لا ينسى علمه. جمعوا له كذا كذا حمل من أحماله وغربت الشمس. وإذا بهذا السائل يقول: هاتوا التمر. اللهم لك صمت وعزك أفطرت وذهب الظما وابتلت. قال الغزالي: الحين أنت صايم؟ قالوا: نعم صايم. قال له: صايم وأنت تسرق الناس؟ قالوا: يا غزالي هذا بيني وبين ربي، وهذا رزقي الذي كتب علي من الأزل أني ما أكون لا سارق. بتعترض على ربك؟ تشوفون هذا سارق في مرتبة عجيبة. قال: ذهب وسافر وانتهت القضية ومكث في الشام سنتين في حلب أو في دمشق في المسجد الأموي في حر الإحياء حتى فرغ منه وذهب إلى الحج. الإمام الغزالي وجاء يطوف بالبيت، ولما كان يطوف جاء واحد من خلفه وقال له على كتفه قبضه، فالتفت له فإذا به ذاك اللي كان سارق. لما رآه بكى واحتضنه. قال له: ما الذي جاء بك؟ قال له: جاء بي خصلة كانت في ما قطعتها بيني وبين ربي. صحيح أنا كنت سارق وعاصي، لكن كل أمر أمرني به وقدرت عليه أديته. الصمت لأنه دعاني للصوم صمت، وابتلاني بذي المعصية لكن دائما أسأل الله الغفران. شوف هذا اللي بيني وبين ربي من الخير من العمل الصالح أوصلني إلى هذه الحالة، وأنا الآن تبت بغيرك تسامحنا. تعرفون يا إخواني إن الإنسان قد يكون طريقك إلى الله حلقة علم وأنت ما تدري، طريقك إلى الله خدمة أرملة وأنت ما تدري. عرفت طريقك إلى الله باب القبول اللي بتدخل به على ربك ما هو صلاتك وصومك وعلمك ومظهرك، قد يكون شيء بسيط أنت ما تراه لكن له مكانه، وخاصة إذا كان هذا الباب ما له أحد غيرك. مجلس علم إذا تصدرت فيه نفعك جيل تركته، مسجد كنت تصلي فيه وتقوم فيه تركته، مجموعة من الشباب ينتفعوا بك في درس ولا في حلقة قرآن ولا في كلام طيب تركته. لماذا تركت؟ قلت ما حد كثير ضاق حالي. لا، هذا طريقك إلى الله. لا تقطع طريق بينك وبين الله، أنت ما تدري في شيء ماذا هو الموصل إلى ربك سبحانه وتعالى. ربما يكون شيء في نظرك قليل هو عند الله سبحانه وتعالى كبير.